نصيحتي المتواضعة للدعاة إلى الله: أولاً الإخلاص، لأن الإخلاص أفضل زاد يتزود به الداعي إلى الله في هذا الطريق الطويل المفروش بالأشواك والعقبات. ولا يستطيع الداعي إلى الله والاستمرار في هذا الطريق بدون هذا الزاد، وهو الإخلاص لله عز وجل. ثانياً، ينبغي على الدعاة إلى الله أن يتعاونوا وأن يتكاتفوا وأن يتحدوا، لأن التحديات التي يواجهها الدعاة إلى الله في هذا الطريق الطويل تحديات كثيرة ومتنوعة ومختلفة، ومواجهة هذه التحديات بحاجة من الدعاة إلى التعاون وإلى التكاتف وإلى الاتحاد. ولا يستطيع الفرد أن يواجه هذه التحديات وحده. ثالثاً، نسأل الله للدعاة إلى الله مزيداً من الخير والتوفيق والسداد. كذلك ننتهز في هذه الفرصة في أن نشكر خادم الحرمين الشريفين وحكومته وشعبه على هذا الدعم المتواصل للمسلمين في هذه البلاد في الفلبين. ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومته وشعبه من كل سوء ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.